السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدي ومستمعي قناة سلام الإعلامية. يتجدد اللقاء بكم اليوم الثلاثاء مع برنامج خطوة معي أنا خديجة برهان في حلقة جديدة ومتجددة من موضوع من المواضيع الاجتماعية. عنوان حلقة اليوم: الحرمان العاطفي في البيوت. إيش قصدنا نحن بالحرمان العاطفي؟ وليش نبغى نتكلم عن موضوع الحرمان العاطفي؟ وفي أي جوانب هو مشكلة في داخل البيت؟ هل هي في علاقة الرجل بالمرأة، أو علاقة الأبوين بالأبناء، أو العلاقات الاجتماعية؟ العنوان كبير جدا، لكن احنا نحاول بإذن الله تعالى في هذه الحلقة نغطي جانب مهم جدا في هذا الموضوع. طبعا احنا قصدنا بالحرمان العاطفي في البيوت ايش هو؟ كثير من بيوتنا الان تشكو من حاله معينه من زي ما يسموها هم الجفاف العاطفي او الحرمان العاطفي، او ما في كلام حلو داخل البيوت، خاصه بين الرجل والمراه. والمراه اكثر شيء هي تشتكي بصوت مسموع انه ما في عواطف داخل البيت، ما في كلام حلو تسمعه من الرجل أو من غير من أبنائها مثلا أو من عائلتها. المرأة بتتكلم بهذا الشكل، والرجل عنده نفس المشكلة لكنه ما يتكلم بهذا الشكل، لأنه طريقة تعبير الرجل والمرأة مختلفة تماما، وخاصة في الجوانب أو الحاجات النفسية. النساء أكثر إظهار للمشاكل هذه من الرجل، ففي ظاهر الأمر يبدو كأن الرجل مو مهتم. حقيقة الرجال كمان مهتمين بمسألة إنه ما في عواطف أو في حرمان عاطفي داخل البيت. طيب إيش الأسباب اللي في هذا الجانب، أو ليش في حرمان عاطفي، وليش في جوع عاطفي، وليش في فراغ عاطفي؟ كله تقريبا بنفس المعنى، بس ليش موجود هذا الشيء؟ عادة الرجل والمرأة بيجوا من بيئة مختلفة والتربية مختلفة، والتربية المختلفة تستلزم طريقة معينة الأبناء يتربوا عليها في التعبير عن عواطفهم. فإذا جينا إحنا في بعض البيئات مثلا إنه ما في الأب والأم مثلا يعبروا عن مشاعرهم تجاه أبنائهم مثلا بالكلام، بإظهار الحب، بإظهار العاطفة، أو بالضم، أو بإثارة الإعجاب، أو مثلا يقولوا يا سلام يعني ما أجملك، ما أجملك، ما يعني قد إيش أنا أحبكم، قد إيش إن أنا فخور فيكم. الأب ما يقول زي كذا، أو حتى الأم. لكنهم مو معناه أنهم ما بيقولوا أنهم ما عندهم عاطفة، لا، كل إنسان عنده عاطفة، لكن طريقة التعبير هي المختلفة. هذول الناس اللي ما بيتكلموا بهذا الشكل بيظهروا عاطفتهم عمليا. فتلاقي الأب حريص على تربية أولاده وعلى دراستهم، على توجيههم، إرشادهم، والأم حريصة كذلك إنها مثلا تعتني فيهم، تعتني بدراستهم، بأخلاقهم، بسلوكهم، بلبسهم، بأكلهم، بشربهم. فالأبناء يفكروا إنه الأب والأم ما عندهم عاطفة تجاههم.
هم عندهم مليانين عاطفة، لكن هذه هي الطريقة تبعهم في التعبير، لأنه هم نشأوا في بيئة ما في تعبير لفظي عن هذه العاطفة. وفي مجتمعات ثانية يكون التعبير عن العاطفة لفظيا، يعني مسموع، فالأبناء يسمعوا والزوجة تسمع والجميع يسمع. طيب كل واحد يثير يعني يعبر عن إعجابه، عن حبه، عن استحسانه بالكلام، فطول الوقت فيه كلام على طول الخط، وفي سلوكيات تدل على هذا الكلام. فالمرأة لما تيجي تقول ولدها أنا قد إيش أحبك، تمسكه وتضمه وتقبله وتشمه بهذا الشكل يعني. فمن خلال سلوك الأب والأم يتعلم الأبناء كيف يعبروا عن عواطفهم. طبعا نحن في الوقت الحالي مع الأسف الشديد واقعين في النصف، يعني في نص المرحلة هذه، إنه في ناس تعبر وفي ناس ما تعبر، وفي ناس يعني يغلب عليها إنها ما تعبر أساسا، يعني السواد الأعظم. طيب هذا كله إيش أسبابه؟ أسباب هذا الشيء في داخل البيوت وداخل العائلات هو أول سبب بسبب قلة أو ضعف الترابط العائلي، أو خلينا نقول بشكل ألطف شوية إنه عدم اهتمام الوالدين بإشباع عاطفة أبنائهم. يعني يشوفوا الأب والأم إنه كلام فاضي، والله اليوم أنا أقول لولدي إني أنا أحبك وإني أنا فخور فيك، ولا الأم مثلا تقول لبنتها ولا لولدها خلاص إحنا أبوهم وأمهم أكيد عارفين إن هم يحبونا أو إن إحنا نحبهم. فما عندهم هذاك الاهتمام بالتعبير اللفظي وإشباع حاسة السمع عند أبنائهم في مسألة التعبير العاطفي أو إظهار الحب، فما يهتموا. هذا أهم أو أبرز الأسباب اللي تؤدي إنه يكون في عندنا حرمان عاطفي. طالما الأب والأم بيتكلموا مع الأبناء، طبيعة الحال الأبناء كمان ما راح يروح والله اليوم الولد لأبوه ويقول له والله أنا أحبك يا بابا، ولا البنت راح تروح لأمها وتفاجئها تقول لها أنا قد إيش أحبك يا أمي، لأن هي ما تسمع أساسا هذه الجملة. فإذا هنا عندنا أهم الأسباب هذا هو الضعف فقط. والضعف هذا من فين جاي؟ هو من الثقافة اللي يأتي فيها الناس والمجتمعات. بعض الثقافات تعتبر إنه الإنسان إذا عبر عن عاطفته هو شخصية ضعيفة، فلازم ما يعبر عن اللي في قلبه. خاصة الرجل إذا عبر للمرأة اليوم لفظا ولا عمليا ولا سمعيا ولا بأي شيء من الأشكال إنه يحبها ومتعلق فيها ومش عارفة، يعتبروه رجل ضعيف الشخصية، ما ينفع. ففي بعض المجتمعات بهذا الشكل تنظر للرجل، لذلك ايش يسوي الرجال؟ يسكتوا، ما يعبروا عن حبهم ولا عن عاطفتهم تجاه زوجهم. وفي نفس المجتمعات نلاقي انه بعض الاحيان يعتبروا انه المراه اللي اليوم تقول لزوجها انها قد ايش تحبه وقد ايش هي تشكر الله انه هو زوجها وقد ايش هي ممتنه للحياه اللي معاه، انه هو ضعف شخصيه وبكره يستضعفك وبكره يقول لك وبكره 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 وبكره. فهي تخاف انه إذا عبرت عن مشاعرها أنه يستخدم ضدها فتبطل. فطبعا كل هذه التأويلات هي جاية من الجهل الموجود في المجتمع. من أسباب الثانية كمان اللي هي في مسألة الحرمان العاطفي اللي هو انعدام الحوار في الأسرة. والله العائلة ما تجلس تتكلم. الكلام إيش أهميته؟ الكلام أهميته لما الناس العائلة الواحدة الرجل مع زوجته يتكلم والأبوين يتكلموا مع أبنائهم، يصير دائما في حوار في البيت. من خلال الحوار يقدر يظهروا مشاعرهم، فهم لا ياخذوا جانب الحوار لكن ياخذوا الجانب الناشف فيه أو الجانب الجدي في الحوار، فما يستخدموا الألفاظ اللطيفة أثناء الحوار. فما حنلاقي مثلا اليوم المرأة تكلم زوجها يعني وتظهر مثلا أثناء الكلام مثلا تقول له يا زوجي العزيز ولا يا زوجي الحبيب ولا اللي يكون مثلا. أو الرجل مثلا ما راح يتكلم مع زوجته وهو يذكر مثلا يقول لها يا زوجتي يا حبيبتي، ما في هذا الكلام كله، إنما يصير الكلام رسمي كأنه في مؤسسة رسمية. فطبعا بهذا الشكل لما يجي يتكلموا كرجل وامرأة أو كأبوين مع أبنائهم، يعني ما يستخدموا الألفاظ اللطيفة والتلطف في الكلام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه مع أصحابه، نلاقي يصير عندهم حرمان عاطفي. تمام. كمان من الأسباب اللي هو الوالدين مشغولين عن بعضهم البعض. انشغالهم هذول من فين جاي؟ من الطلاق أو العمل أو الغربة أو وجود حاجز نفسي
الأبوين المنفصلين بطبيعة الحال إلا من رحم الله طبعا يقدروا يعلموا العاطفة الجيدة لأبنائهم من خلال الممارسة. وغياب الأبوين مع بعضهم البعض في عيشهم مع بعضهم البعض، سواء كانوا مشغولين، سواء كانوا مغتربين، سواء كانوا منفصلين نفسيا، أو مثلا عندهم مشاكل داخل البيت، هذا يمنعهم من أنهم يتحاوروا مع بعضهم البعض. طبعا عدم وجود الأبوين المتحاورين داخل البيت والأبناء يشوفوا هذا الوضع يخلي في البيت في حرمان عاطفي. لأنه إيش هي العاطفة؟ العاطفة هي مجرد أن الناس تتكلم مع بعضها البعض، اليوم تتعامل مع بعضها البعض وتتفاعل مع بعضها البعض داخل البيوت، تظهر ما في قلبها. فإذا كان الرجل والمرأة ما يتعاملوا أساسا مع بعضهم البعض، خلاص الأبناء يتفرجوا على حياة خالية فارغة تماما من أي نوع من العاطفة، إلا انهم فقط يعيشوا في الحياه زي اللي في المعسكرات، يعني 1 2 3 يعيشوا بهذا الشكل. عندنا كمان من اسباب الحرمان العاطفي داخل البيوت هي وسائل الاعلام. وسائل الاعلام نقلت لنا مساله الحب والعاطفه في داخل البيوت بطريقه مشوهه، خلت الموضوع يظهر كما لو انه الرجل دائما لازم يقول حاضر طيب حاضر طيب وابشروا ان شاء الله وعلى عيني. وأظهرت أن المرأة دائما إذا كانت تحب زوجها أو أولادها دائما تلبي طلباتهم. فحصروا موضوع العاطفة والحب والمشاعر الجميلة هذه في مسألة الطاعة، أنه تلبية مطالب الآخرين بغض النظر أن هي مطالب صحيحة أو غير صحيحة، نافعة أو ضارة. إنما إذا كنت تحبني لازم تسوي لي كذا، إذا كنت تحبيني لازم تسمعي كلامي، إذا كنت تحبوني لازم تسووا لي كذا. بهذا الشكل أظهرت وسائل الإعلام مسألة العواطف والمشاعر في البيوت. وطبعا هذا الشيء ما يتناسب مع الأسرة اللي عندها خطة في مسألة تربية الأبناء، لأنه معنى أني أنا اليوم كأم مربية أو أب مربي أقول طيب وحاضر لأولادي على كل شيء، معناها أن أنا قاعدة أهد بنائهم النفسي وأجعلهم ضعفاء، ويستخدموا السلوك العاطفي هذا للابتزاز أو الابتزاز العاطفي للحصول على ما يريدوا. فهنا إذا أنا لازم أنتبه تماما أنه وسائل الإعلام هذه ما تقدم لنا مادة جيدة في مسألة التعبير العاطفي. ففي البيوت دائما المرأة لما تشوف في المسلسلات قد إيش حالة الحب والعشق والهيام التي يظهرها الرجل، والرجل يشوف المرأة قد إيش تحب الرجل ويعني تعلق فيه، وأن هي تحب تفدي بنفسها وبعيونها وإلى آخره، جعل الرجل في الواقع الحياة والمرأة في واقع الحياة تتخيل أنه الحب والعاطفة في البيوت لازم تكون كذا. علاقتي أنا اليوم بزوجي ولا علاقتي بزوجتي لازم تكون زي ما أنا شفتها في التلفزيون. وطبعا هذا الكلام غير صحيح، لأنه أساسا كل هذا فقط لإحراف المزاج العام. ولا الحب هو مش متطلب أنه الإنسان يكون والله أني أنا أحب فلان معناه أني أطيعه، لا. بعض الأحيان لما أخالف شخص من أجل مصلحته هو شكل من أشكال الحب وشكل من أشكال التعبير عن العاطفة. لكن طبعا هنا عندنا احنا لما نقول خالف لازم يكون في اسلوب كمان يتناسب مع مسألة العاطفة او اظهار العاطفة بدون التصادم. عندنا كمان من الاسباب اللي بسببها البيوت عندها حالة من الحرمان العاطفي او الجوع العاطفي او الفراغ العاطفي، اللي هو الفراغ الروحي وضعف الوازع الديني. فراغ روحي طبيعة الحال القلب لما ما يمتلئ بمحبة الله سبحانه وتعالى وما يمتلئ بالقرب من الله سبحانه وتعالى والأنس به، فلن يمتلئ بأي شيء آخر ما عداه. لأنه أي شيء معناها مثل التراب، يعني في الحفرة أو في الرمل المتحرك مهما نعبي يغوص الإنسان في الداخل. فإذا كان الإنسان ما عنده تعلق بالله، ما عنده قرب من الله، ما عنده أنس بالله سبحانه وتعالى، ما راح يتعبى هذا القلب بأي شيء آخر، لأنه هذا القلب عزيز جدا عند الله سبحانه وتعالى. طبعا هنا لما بعض الناس يحبوا بعض كزوجين ولا حتى الأبوين لما يتعلقوا بأبنائهم، سبحان الله من حيث ما تعلقوا يأتيهم البلاء، يعني تصير المصايب والكوارث والجفاء يأتي من هذا الحب. يأتي ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى ما يبغى هذا القلب يتعلق إلا به سبحانه وتعالى. طيب كيف نقول إحنا مسألة الحب والتعلق ولا الحالة العاطفية مثل العالية جدا في البيوت مع تخالف مسألة التعلق؟ التعلق شيء مختلف تماما، إنما العاطفة هي التي أمرنا الإسلام بها والتي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بإظهارها في سلوكياتنا مع بعضها البعض. العاطفة إيش معناها؟ العاطفة معناها الحب،
الرحمة، الشفقة، العطف، اللطف، الرفق، هذه هي العاطفة. مو معناها نحن نقول على العاطفة قصدنا فقط الحب، لا، هذا الحب شيء بسيط جدا في سلة كبيرة جدا من العواطف والمشاعر. بين احنا مسألة العاطفة مسألة كبيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم ايش قال؟ ما كان الرفق في شيء الا زانه ولا نزع من شيء الا شانه. الرفق ايش معناه؟ الرفق معناها ان الانسان يكون لطيف مع الاخرين اثناء تعامل معهم. واللطف ياتي من ايش؟ اللطف يجي من حالة قلبية، حالة من الشعور. انا لازم اشعر باللطف هذا حتى استطيع اني انا اعطيه للاخرين. اذا انا ما اعرف اللطف كيف شكله ولا اعرف شعوره ولا عمري ما تم ممارسته علي، ما راح اقدر اعطيه احد اخر. لكن ممكن امارسه كيف الان اذا انا مثلا ما عمر مارس احد اللطف ولا العواطف ولا المشاعر الجميله جدا معايا. هل معناها انه هذا مبرر ان انا اكون انسان ناشف مثلا مع الاخرين؟ لا طبعا، مو معناها كذا. معناها انه انا الان لازم ابدا اتعلم. طب كيف ابدا اتعلم هذا الشيء؟ ابدا اتعلم من خلال ممارسته. انا اليوم ايش ابغى؟ ابغى الاخرين يتعاملوا معي باحترام، بلطف، بحنان، برقه، بصوت منخفض. اذا كان هذا هو الذي اسعى اليه او اتمنى ان الناس تتعامل معي به، معناها من باب اولى انا كمان لازم اتعامل معهم به قبل ان يتعاملوا معي. لانه جزء من التعلم في الحياه نحن نمارس الشيء اللي ما نعرفه مع الاخرين، فنبدا نتعلمه ونعرف كيف يصير او كيف يتكون هذا الاحساس. طيب احنا مساله الفراغ العاطفي في داخل البيوت مع الاسف الشديد خاصه بين الزوجين اوجدت حاله معينه، اللي هي حاله ايش؟ حاله الكلام الناشف. النساء يشتكوا انه ما يعرفوا يقولوا كلام حلو، او انه ما يعرفوا يعبروا عن حاجاتهم النفسيه او حاجاتهم الشعوريه او مشاعرهم تجاه ازواجهم. والرجال يشتكوا انه والله اليوم زوجتي ما تقول لي ولا مش عارف ايش. اذا حصرنا جانب في هذا الموضوع وتكلمنا فيه بين الرجل والمراه، بالفعل هذه من المشاكل الشائعه جدا، واللي بسببها يصير دائما في حاله تصادم بين الرجل والمراه. حالة التصادم هذه ليش قاعدة تؤدي؟ لسوء الفهم، وسوء الفهم قاعد يؤدي للمشاكل، والمشاكل قاعد تؤدي إنه يصير في حالة نفور بين الرجل والمرأة. فبالتالي يضطروا الناس يتدخلوا عشان يصلحوا بين الرجل والمرأة. اليوم الرجل والمرأة لما يكون عندهم مشكلة والناس تدخل تصلح بينهم، حنكتشف إنه 3/4 المشاكل اللي داخل البيوت هي بسبب إنه ما حد قاعد يعبر عن حاجاته النفسية أو حاجاته الشعورية أو عواطفه. الرجل اليوم يشعر بالزعل والغضب من المرأة، يطلع الزعل هذا بطريقة مهينة وسيئة جدا تجاهها. إذا يشعر بحبها أو يشعر إنه يحبها جدا، ما هو قادر يطلع هذا الشيء. ليش؟ على أساس إنه أنا ما بعطيها وجه، أو أنا ما أبغى أخليها تستقوى علي. والمرأة نفس الشيء، إذا اليوم تعبر عن مشاعرها تجاه زوجها يستخدمه استخدام سيء، فتتراجع المرأة وتقول أصلا ما جاني المشاكل إلا لما نعرف إني أنا متعلقة فيه. فهنا صار في حالة من الخوف بين الرجل والمرأة في التعامل مع بعضهم البعض، وبالنتيجة الخوف لإيش يؤدي؟ إلى القلق والتوتر. والقلق والتوتر يؤدي بنا إلى إيش؟ إنه كل واحد يمسك مشاعره وعواطفه الجميلة هذه يحبسها داخل قلبه، فيصير عندنا البيت فيه حرمان عاطفي، ما في أي عاطفة. فاليوم لما يجي واحد ولا واحدة تقول لي مثلا عندنا احنا ما نتكلم في البيت، ما عندنا مشاعر، ما عندنا، حقول لا مو صحيح، عندكم مخاوف فقط، مجرد مخاوف. هي كل واحد ما يبغى يكسر حاجز الخوف يمشي خطوة تجاه الآخر حتى أنهم ينعموا ويستمتعوا بهذه المشاعر. المشكلة مو هنا، المشكلة أن هم أساسا لما ما يعبروا عن مشاعرهم ولا عواطفهم تظهر آثار نفسية ومشاكل داخل البيت، وهم ما حسبوا حسابها. يفكروا انهم بعدم اظهارهم هذا خلاص هم حلوا مشكله، لكنهم مع الاسف الشديد هم بيتسببوا بخلق مشكله معقده داخل بيتهم. طالعين فاصل وراجعين بعد الفاصل نتكلم عن آثار الحرمان العاطفي الموجود عندنا داخل البيوت، وحالة التكتم العاطفي الموجودة بين الرجل والمرأة داخل البيت وداخل العائلة الواحدة. لا تروحوا بعيد، خليكم معنا.
رجعنا لكم بعد الفاصل، وكنا وقفنا في مسألة الآثار المترتبة على الصمت العاطفي، السكوت، الحرمان العاطفي داخل البيوت. من أعظم المشاكل اللي تظهر بسبب هذه السلوكيات بين الرجل والمرأة اللي هو ظهور المشكلات النفسية. طبعا كثير من الرجال والنساء في بعض المجتمعات، والله في الكثير من المجتمعات، ما يقدروا يقروا ويعترفوا ان هم مصابين باكتئاب، وانه عندهم حاله من الفراغ العاطفي، وانه عندهم حاله من الملل، وانه عندهم حاله من التشوش او عدم القدره على اتخاذ قرارات، او عندهم مشكله في عدم القدره بالشعور بالاتزان والاستقرار النفسي. لانه مساله المشاكل النفسيه هذه دائما الناس تفكر انه الانسان كذا كانه فقد عقله، وما فقد عقله. طبيعي جدا الإنسان يتغذى على الكلام الجميل والكلام الحلو والكلام العاطفي والكلام المليء بالدعم واللطف. طبيعي. ليش؟ لأنه الإنسان مفطور على حب الأشياء الجميلة. فاليوم لما يكون ما عندنا إحنا كلام بين الرجل والمرأة، كلام عاطفي، كلام لطيف، كلام فيه ذوق، فيه إظهار للمشاعر، الاحترام والمحبة والرفق والحنان، إذا ما في هذا الكلام بين بعضهم البعض، حتى أثناء وجود المشكلات، لما ما يكون عندهم لطف في التعامل مع بعضهم البعض في أثناء وجود المشكلة، قاعد يترتب عليه حالة من الضغط النفسي والوصول لمرحلة الاكتئاب. كثير من الناس يصاب بالاكتئاب وهم ما يعرفوا سبب الاكتئاب، أو أنه حتى وصلوا للاكتئاب. لكن هذه حقيقة. ليش؟ لأنه كيف أعراض الاكتئاب؟ إن الإنسان يشعر بالملل والزهق ويشعر بالفراغ ويشعر إنه قلبه خالي تماماً. طيب، وما يشعر بأي مشاعر جميلة سواء كان رجل ولا امرأة. هذه أحد الأعراض البسيطة جدا لمسألة الاكتئاب. فإذا اليوم لما الرجل ما يقول كلام حلو للزوجة، كلام حلو لرفيقة الدار، كلام لطيف جدا يعبر فيه عن حبه، عن احترامه، عن تقديره، عن إظهار مكانتها ومنزلتها، عن تقدير للتعب اللي هي تتعبه داخل البيت، وينظر لنفسه إنه هو أنا كمان جالس أتعب زيها. إذا نظر زي كذا طبعا مشكلة. اليوم إذا ما يقدر الرجل يظهر كل هذه الأشياء الجميلة لها، ما يعني أكيد هي كمان راح تكون أصابها الملل والزهق من هذا الزواج اللي هي فيه زي الماكينة، زي الآلة، زي الموظفة فقط. موظفة راتبها الوحيد هو الأكل والشرب والعيش مع هذا الرجل وتربية هؤلاء الأبناء. لكن تخيلوا معايا الحياة لما الرجل يظهر هذه المشاعر. طيب إيش حيترتب عليه لو المرأة حتى ما تظهر أي نوع من المشاعر؟ طبيعة الإنسان أنه يظهر الشكر والتقدير على هذا الكلام. اليوم لما الرجل يظهر محبته وأنه هو قد إيش يفتقد المرأة وقد إيش هي ثمينة في حياته وقد إيش هي رأس ماله، بطبيعة الحال المرأة راح تظهر هذا الرجل في قلبها وأمام أبنائها وأمام عائلتها وعائلته أنه هذا الرجل هو تاج البيت، أنه هذا الرجل هو أحسن رجل في الدنيا، وأنه لولا هذا الرجل بعد الله سبحانه وتعالى ما كانوا قدروا يعيشوا حياة مستقرة. هذه هي النواتج اللي راح تصير. طيب الأبناء لما اليوم يشوفوا الأب يقول كلام حلو لأمهم والزوجة تقول كلام حلو للأب، الأبناء إيش راح يكون نتيجته؟ بطبيعة الحال راح يقولوا هم كمان كلام حلو جدا لأبويهم، حيقدروا الأب ويقولوا له كلام حلو، ويقدروا الأم ويقولوا لها كلام حلو، ويطيبوا خاطر هذا وهذا. فالحرمان اللي شعر فيه هذا الرجل وهذه المرأة في بيتهم اللي تربوا عليه راح يتم تعويضه من خلال أبنائهم. يعني بعض الرجال مثلا يقول لأولاده يعني ليش ما تعاملوني بحنان بحب؟ طب كيف راح يعاملوا بحنان وحب إذا هم ما يعرفوا شكل الحنان والحب؟ إذا لازم أنا اليوم أول شيء أعطيهم، إذا ما عرفت أعطيهم لازم أعطي أمهم، إذا أعطيت أمهم خلاص بالنتيجة راح يرجع لي أنا. نفس الشيء المرأة اليوم لما تقول أنا أبغاكم تعاملوني بحب وحنان تظهروا لي عاطفتكم، أو تطالب الرجل بإظهار عاطفته ومحبته لها، لازم في الأول هي تظهر هذا الشيء. لأنه نحن نبحث عن الأشياء في الخارج، هذه كارثة.
المفروض ما ادور على الشيء برا، اول شيء انا امارسه، وبطبيعه الحال راح يرجع لي انا كنتيجه لهذه الممارسه. اذا اهم المشاكل اللي هي ظهور المشكلات النفسيه. المشكله الثانيه او الاثر الثاني اللي هو بعد المسافه بين الابناء ووالديهم. هذا الجفاف العاطفي اللي في البيوت، عدم التعبير عن مشاعر الحب والاحترام والتقدير والرفق والرحمة والرأفة في البيت، يخلي الأبناء بينهم بين والديهم مسافة، في جفاء. لما اليوم نعاني إنه إحنا أولادنا وبناتنا في عمر المراهقة يطلعوا برا البيت، والله البنت تتعلق بشاب برا البيت وأقيم الدنيا وما أقعدها، ولا الولد يتعلق ببنت برا البيت، لازم أسأل نفسي هل أنا حققت عندهم الكفاية العاطفية؟ هل أنا أشبعتهم عاطفيا؟ هل أنا كأم وأب وكمربي خليتهم يشعروا بمكانتهم عندي وأظهرت لهم إياها قولا وفعلا ولا لا؟ مو لازم دائما يكون الإظهار المحبة بالأفعال، ما هو محتاج كده، الشغلة ما هي بهذا الشكل. الكلام له وزن وقيمة وتأثير. احنا لما نقلل من قيمة الكلام في مسألة العواطف والمشاعر، معناها نحن نهدم نصف الأشياء النفسية أو البناء النفسي عند الإنسان. لو إن الكلام ما له تأثير، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أو الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قال عنه اللي هو مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. إيش معنى هذا الكلام؟ معناها أن اليوم أنا لما أقول كلمة طيبة لزوجتي ولا لأبنائي، أنا راح أحصد ثمرة طيبة من وراء هذا الكلام. تعديل السلوك عند الأبناء يحدث أول شيء من خلال الكلمة الطيبة، من خلال إظهار المميزات. اليوم ولدي ولا بنتي لما يغلطوا واجي انا على طول هاجمهم وابين لهم خطأهم بدافع ان انا خايف عليهم، ما راح يقبلوا مني هذا الكلام، راح يتمادوا في الاخطاء. لكن لما اجي انا بكل حب وحنان ابين لولدي وبنتي ان انا قد ايش احبهم، قد ايش انا فخوره فيهم، قد ايش المميزات اللي عندهم، واظهر لهم مميزاتهم بدون ما اذكر الخطأ اللي سووه، تلقائيا هم راح يصححوا هذا الخطأ. ليش؟ لانه الكلام الحلو هذا كله هم ما يبغوا يخسروه من خلال السلوك الخطأ اللي هم سووه. فهنا إذا عدم وجود الكلام اللطيف بيننا وبين أبنائنا نحن كآباء وكأمهات وكمربين يسبب فجوة نفسية بيننا وبين أبنائنا. اليوم ما أقدر أنا طالب ابني وولدي إنهم يكونوا عاطفيين معايا وأنا أساسا ما أقول لهم شيء، ولا أستغرب بكرة لما يتزوج ولدي ولا بنتي إني أنا أشوفهم كمان هم غير عاطفيين، أو إذا شفتهم عاطفيين أغار وأقول سبحان الله عاطفته، يعني ولدي عاطفته لزوجته ما كان يتعامل معايا بهذا الشكل. لما نقول هذا الكلام لازم نشوف الزوجة هذه إيش قدمت لهذا الزوج أو لهذا الولد المتزوج الآن حتى تستطيع تعديل سلوكه من ناحية إظهار العواطف. لأنه مو بس البيوت اللي تربي، احنا كمان بيوتنا احنا نقدر نربي فيها أنفسنا. اليوم الزوجة تقدر تربي زوجها، الزوج يقدر يربي زوجته، يعيد ترتيب أفكارها، والمرأة تقدر تعيد ترتيب أفكار الرجل. مو معناها خلاص نحن صرنا كبار ما نقدر نغير شيء، لا، نحن نقدر نغير كل شيء إذا أردنا ذلك، لكن إذا ما نبغى شيء خلاص معناها تبقى الأمور كما هي عليه. من أيضا من آثار الحرمان العاطفي داخل البيوت اللي هو نلاقي إنه في عندنا حالات من الانحراف أو ملء الوقت الفراغ بالأشياء الضارة. ما في عاطفة في البيت، فالواحد يدور على إشباع العاطفة. فالمرأة تلاقيها مثلا تنشغل بأولادها وأولاد الجيران والعائلة والصديقات والأهل، وتحل مشاكل هنا وتروح هنا وتوجب هنا. ليش هذا كله تسويه؟ مو لأنها امرأة اجتماعية فقط، لا، لأنه عندها فراغ عاطفي، فهي تحاول تملأ هذا الفراغ العاطفي أو الجوع العاطفي أو الحرمان العاطفي اللي داخل بيتها من خلال ممارسة أنشطة خارج المنزل. وهذه الأنشطة إيش حتجيب لها؟ حتجيب لها الاستحسان، الناس راح يمدحوها، راح يثنوا عليها، راح يتعلقوا فيها، راح يظهروا محبتهم لها ولقدراتها كلها. فهذا اللي يخلي المرأة دائما نشيطة برا البيت أكثر من داخل البيت. والرجل ينزعج يقول إيش بك أنت مشغولة عني طب مشغولة أكيد يعني مشغولة إذا هي جالسة في البيت ما تسمع ولا شيء. ونفس الشيء الرجل لما يكون البيت ما في أي نوع من العاطفة داخل البيت مع زوجته، هنلاقي الرجل يعبي الفراغ تبعه هذا بالخارج. كيف بالخارج؟ تقديم خدمات للآخرين،
وخاصة للنساء، فبالتالي يسمع اللي هو الاستحسان والثناء والمدح والإعجاب من قبل النساء، سواء كانوا النساء مو لازم يعني يكونوا يعني رجل ينحرف، لا، ممكن يكون النساء هذول أخواته، ممكن يكون عماته، ممكن يكون خالاته، ممكن يكون بنات أخته، بنات أخوه، هذا المجموعة من النساء أو حتى والدته يبدأ يخدمهم، يبدأ يلتصق فيهم. طيب التصاقه من خلال الخدمات حتى يسمع الشكر، كل ما سوى لهم شيء شكرا، الله يعطيك العافية، الله لا يحرمنا منك، هذه كلمات كلها تخلي تبدأ عنده إيش، تعبي الفراغ العاطفي. نبدأ نشوف الرجل مثلا ينشغل بالرياضة، أو إنه يلتقي بأصحابه، أو إنه يكون صاحب مواقف مع الناس. طبعا جانب من السلوك هذا هو لتعبئة الفراغ العاطفي أو الحرمان العاطفي اللي يشعره داخل البيت، لأنه إحنا قلنا إنه الحرمان العاطفي جزء منه إنه هو نحن ما نظهر أي شيء، لا أظهر الشكر ولا أظهر الحمد ولا أظهر الثناء، خلاص كله على الصامت يعني يكون، إنما يأخذ الشكل العملي فقط في إظهاره للآخرين. طيب كمان عندنا إيش هي الأسباب هذه كلها تؤدي قلنا إحنا إلى انحراف الأبناء. ذكرنا إحنا جانب انحراف الأبناء إنه هو محاولة ملء الفراغ هذا العاطفي عندهم بأي شيء من الخارج، سواء كان حب الولد لبنت، ولا بنت حب شاب، ولا يحبوا هواياتهم ينغمسوا فيها، ولا مثلا يكون عندهم أحلام يقظة كثير، ولا أنهم يعبوا وقت فراغهم، كلها بالأشياء التي تضرهم. طبعا كمان من الجوانب الأخرى أو الآثار الأخرى اللي هو فقدان الأب والأم لمشاعر الأبوة والأمومة. يعني الأب والأم مشغولين فقط بأداء واجباتهم الاجتماعية أو واجباتهم كأبوين، كأب وأم لأبنائهم، فنلاقيهم من كثر ما هم حاطين نفسهم في هذا الدور ومندمجين جدا في دور الأب والأم، ينسوا تماما الحاجات النفسية اللي لازم يوفروها لأبنائهم ولهم هم. فهذه من أعظم الآثار. اليوم أنا أب وأم إذا ربي أولادي بالخوف، معناها جزء من ممارستي للخوف هو عدم إظهار المشاعر. ليش أنا اليوم لو أظهرت مشاعري لأولادي ممكن يتمردوا ما يسمعوا الكلام، فبالتالي ما أقدر أسيطر عليهم، ما أقدر أربيهم. فالأفضل إيش أسوي؟ أقفل على عواطفي ومشاعري هذه كلها. مع الأسف الشديد قاعدين نلاحظ نحن لما يصير حالة وفاة، ما شاء الله تبارك الله، الناس تطلع تتكلم عن هذا الميت، سواء كان الميت زوج ولا زوجة ولا أبناء، بذكر محاسنه وكل صفاته الجميلة. حين هو حي يرزق ما ذكرنا ولا شيء من هذا كله. ليش؟ لأنه عندنا حالة طمأنينة. فكأنه خدمة ما بعد الموت هو إظهار حسنات هذا الميت، سواء كان زوج ولا زوجة ولا ابن ولا ابنة. طبعا هذه أعظم الخسائر، لأنه المفروض أن احنا نسمع بعضنا الكلام الحلو ونحن أحياء، وما نستكثر على بعضنا البعض الكلام الحلو. اليوم لما أقول كلام حلو لازم أعرف تماما أن أنا أول شيء قبل ما أقول للآخر أنا بقوله لنفسي، سواء كنت امرأة ولا رجل. لما أبغى أقول كلمة حلوة اليوم لزوجي ولا الزوج يبغى يقولها لزوجته، لازم يعرف في البداية ولازم يحط في باله أنه هذا الكلام هو له، وهذا الكلام الله سبحانه وتعالى مطلع عليه. أساسا هو الرجل يؤجر والمرأة تؤجر على هذا الكلام الحلو. يعني من أفضل الأشياء اللي الواحد يقدر يتذكرها في الجانب، اليوم الكلام الحلو للرجل لما يقوله لزوجته هو يؤجر عليه. لما يتذكر الرجل أنه يؤجر عليه والمرأة أنها تؤجر عليه، معناها أنهم يبتغوا بهذا العمل رضا الله سبحانه وتعالى، معناها الأجر والثواب راح يكون من الله. المفروض معناها أنه ما ينتظروا من بعضهم البعض كنتيجة. يعني ليش؟ لأن انتظار الإنسان لنتائج أعماله هو اللي يخليه يحبط وما يكمل هذا العمل الذي يقوم به. فهذه مشكلة كبيرة جدا وخطيرة جدا. طيب الناس اللي ممكن تقول طب كيف أنا الآن أبدأ أعبر عن مشاعري؟ كيف؟ أنا ما تعلمت الكلام، ما أعرف الكلام، ما. طبعا في طرق كثيرة جدا. نحاول احنا في عجالة كذا بسرعة نذكر بعض الطرق السهلة جدا في هذا الجانب. من طرق التعبير عن المشاعر ممكن الإنسان يكتب رسائل الخطابات أو الكروت، أو يعني كلمات بسيطة جدا، يعني يراسل الرجل زوجته والزوجة تراسل زوجها بكلام حلو، حتى لو في شكر يعني، ولا حتى إظهار الامتنان والتقدير، أو حتى مراسلة أبنائهم من خلال الرسائل، سواء إيميل سواء واتساب، أي طريقة كانت. فهنا لما الرجل يرسل لزوجته رسالة، نقدر نحن نتخيل ردة فعلها لما تكون الرسالة جميلة وشاعرية ومعبرة.
بطبيعة الحال أكيد يعني هي راح يعني تشعر بهذه المشاعر الجميلة جدا، وحترد عليه بكلام حلو. فالكلام الحلو يجر كلام حلو. الأب لما يرسل رسالة لولده ولا بنته كلام حلو ويثني فيها ويذكر امتيازاتهم وإنه قد إيش هو محظوظ وإن هذول أولاده، والأم نفس الشيء، هذا الشيء راح يخلي أولادهم في غاية السعادة والرضا والراحة مع أبويهم. فحيكون بالنتيجة راح يرسلوا كمان هم كرد على هذه الرسالة كلام جميل. مو لازم يكون فورا، بس إنما تكرار فعل الشيء هو الذي يؤدي إلى هذه النتيجة. أحد طرق تقديم أو إظهار المشاعر أو التعبير عن المشاعر كمان اللي هو تقديم الهدايا. لما نقول هدايا مش لازم بالضرورة تكون هدايا غالية، ممكن تكون هدية شيء بسيط جدا لا يذكر، ممكن تكون حتى حلاوة من أي مكان، قطعة شوكولاتة صغيرة، ممكن تكون علكة، ممكن تكون ورقة حلوة، ورقة شجر جميلة جدا الواحد شافها مثلا في الطريق، ممكن تكون وردة، ممكن تكون أي شيء. ليش؟ لأن التعبير عن هدية معناها تعبير عن الاهتمام. أنا اليوم لما أجيب هدية لزوجي ولا لولدي معناها أن أنا بقول لهم ضمنيا أن أنا دائما أفكر فيكم، ولما شفت هذا الشيء الحلو أو الشيء الجميل هذا أو الشيء البسيط هذا تخيلت أن أنا أبغى أجيب لكم إياه أو حبيت أن أنا أشارككم فيه. فهنا إظهار الاهتمام يكون بتقديم الهدايا. لما الرجل يكلف على نفسه والله بهدية، يفكر في هدية غالية جدا. طب المرأة خاصة النساء، يعني هذا الكلام للرجال، النساء ممكن تحب الهدايا لكن أكثر من الهدايا تحب الكلام الحلو. فالرجل لما يعطي اليوم من زوجته هدية حلوة وما تقول له شيء، هو يفكر إنه هي ما عندها تقدير، هو سوء تعبير فقط، عدم القدرة على التعبير بشكل جيد. ممكن لو جاب لها الهدية وقال لها كلام حلو كان راح يسمع قصيدة، لكن اللي قاعد يحصل إيش هو؟ إنه هو عدم القدرة على التواصل بشكل جيد وعدم فهم كل طرف كيف يعبر عن حبه وإعجابه. طريقة الرجال في التعبير عن الحب والإعجاب مختلفة عن النساء. الأب والأم لما يجيبوا الهدايا لأولادهم بدون مناسبة، يعني لا هي مناسبة نجاح ولا تخرج ولا عيد ميلاد ولا أي شيء، لما بس يتذكروهم ويجيبوا لهم هدية، هذه الهدية الولد والبنت راح يحتفظوا فيها العمر كله. ليش؟ لأنه جات بدون سبب. فإن هي جات بدون سبب لها تأثير السحر على أنفسهم، لكن اللي تيجي بسبب خلاص يعني كل الناس أصلا راح يجيبوها. كمان من طرق التعبير عن المشاعر اللي هو المصارحة والتحدث بصدق ولطف. الرجل والمرأة لما يجلسوا مع بعض يتكلموا بصراحة مع بعض باتباع أساليب لطيفة جدا أثناء كلامهم، بالتعبير عن احتياجاتهم. لما المرأة تقول تجلس مع زوجها وتتكلم إن هي تحتاج إنها تسمع منه كلام شكر، كلام إعجاب، كلام حب، يثني عليها وإنه هذا يفرق معاها، وبصراحة تقول لها بدون خجل. والرجل لما يقول نفس الشيء إنه أنا مشكلتي في البيت إنه أنا ما أسمع أي كلام حلو، بهذا الشكل اللطيف لما يتكلموا مع بعض، هذا الطريقة من طرق التعبير عن مشاعرهم. لأنهم المكاشفة هذه مهمة جدا، الصراحة هذه مهمة جدا. الزواج رحلة طويلة ربما تكون للآخرة، يعني إلى آخر يوم في العمر. فإذا هذه الرحلة الطويلة إذا أولى الناس أنهم يجلسوا صريحين مع بعضهم البعض كل فترة والثانية يكاشفوا بعضهم البعض هم الرجل والمرأة. لكن اليوم لما الرجل يجلس هو ساكت شايل في قلبه والمرأة شايلة في قلبها، في يوم من الأيام تصير مشكلة ينفجروا على بعض انفجار غير منطقي وغير معقول وغير مقبول. والمشكلة بعد الانفجار هذا لما يعيشوا مع بعض يعيشوا مع بعض وهم مكسورين نفسيا ومكسورين مشاعريا. والسبب كان بسيط جدا وحله بسيط جدا، إن هي المكاشفة والمصارحة والجلوس مع بعضهم البعض والحديث بصدق ولطف. كمان من طرق التعبير عن المشاعر اللي هو الاستماع باهتمام. الرجل لما يتكلم والمرأة بدون ما تقاطعه تسمع كل الكلام اللي حيقوله، سواء كان كلام في مشاكل، سواء كان كلام عام، سواء كان كلام عن أحلامه وطموحاته، سواء كان كلام عن الماضي، سواء كان كلام ما لها علاقة فيه، لكن هي تجلس تستمع للرجل باهتمام وحرص. هذا دليل على محبتها له، وهذا شكل من أشكال إظهار المشاعر. تخيلوا معايا الرجل يجلس زوجته تستمع له بهدوء وباهتمام، ايش راح يكون ردة فعله؟ راح يشعر بالسعادة انه في شخص في هذه الدنيا مستعد يسمعني ويسمع كلامي هذا بغض النظر ايش ما يكون. طبعا احنا لما نقول الاستماع بدون اعطاء الحلول، والاستماع بدون توجيه النصائح والارشادات، والاستماع بدون التوبيخ، والاستماع بدون التعليق، الاستماع فقط.
زي لما الابن ولا البنت يكلموا الاب والام ويستمعوا لهم، خاصه لما يكونوا صغار ما يردوا عليهم، لكن مع اظهار الكثير من التضامن والانصات لهذا الشيء. ونفس الشيء الرجل، اليوم لما تيجي الام تشتكي اولادك سووا فعلوا فعلوا فعلوا، ويجلس يسمعها بهدوء ويطبطب عليها، ايش راح تشعر هي؟ راح تشعر بالسعاده والرضا. هي ما كانت تبغى انه يقول لها حل، هي تعرف الحلول، لكن هي تبغى احد يستمع لها، لان الاستماع هذا دليل على الاهتمام، والاهتمام دليل على المحبه والمكانه والمنزل التي لدى هذا الزوج. هذا معناها الاستماع للاخرين. كمان عندنا من طرق التعبير عن المشاعر اللي هو التعبير عن الشكر والامتنان. الزوج والزوجة والأبناء مع بعضهم البعض مع والديهم، كل واحد لما يقدم خدمة بسيطة، حتى لو كان يجيب له كاسة موية اليوم ويشكروا عليها ويدعي له بها، هذا كمان شكل من أشكال التعبير عن المشاعر. كل هذه الخطوات هي فقط من باب التمرين. اليوم لما نتعود أنا أشكر ولدي، أشكر بنتي، أشكر زوجتي، أشكر زوجي على أي شيء يقدموه، اللسان راح ياخذ على هذا الموضوع. حتى بعد كيف المستقبل بدون تفكير راح يقدم الرجل والمرأة الشكر والامتنان لبعضهم البعض، وحنلاقي الأبناء بشكل تلقائي هم يقدموا الشكر والامتنان لأبويهم، ويقدموا الشكر والامتنان للجميع، لأنهم قاعدين يخرجوا من بيت يعبر عن حالتهم الشعورية أو مشاعرهم وعواطفهم تجاه ما يحدث. وآخر شيء اللي هو من طرق التعبير عن المشاعر اللي هو الابتسامة العفوية. تبسمك في وجه أخيك صدقة، والصدقة أكيد مفرحة، فما بالنا لو الرجل اليوم يبتسم بدون سبب في وجه زوجته. ابتسامة تدل على الحب والرضا والامتنان والشكر. ونشوف المرأة نفس الشيء تبتسم بدون سبب أمام زوجها مثلا، أو لما تشوفه كامتنان على أنه هو رجل صالح، وابتسامة في وجه الأبناء. هذا كله شكل من أشكال التعبير عن المشاعر التي يجب أن نظهرها للآخرين. في النهاية بيوتنا كلها قائمة على إيش؟ لازم تقوم أساساً قلنا إحنا على المودة والرحمة، والمودة والرحمة يستلزم أن يكون فيها كثير من المشاعر، مشاعر الحب والاهتمام والرأفة والرحمة والعطف والفخر ببعضنا البعض. كل هذه الأشياء هي التي تجعل بيوتنا بإذن الله تعالى عامرة بالمشاعر والعواطف، ولا تعاني من الحرمان. فأطلقوا ألسنتكم اليوم أيها الزوجات، أيها الأزواج، أيها الأبناء والبنات مع أبويكم، مع اللي حولكم، طلعوا اللي في قلبكم وتكلموا. يعني الوقت ما فات، وما في داعي إنه أحد أساسا يحرج من الكلام الطيب اللي يقوله، لأنه في النهاية الكلام الطيب هذا يصعد إلى الله سبحانه وتعالى، فيحبه الله ويقبل به العبد الصالح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بيوتنا عامرة بالطمأنينة والسكينة والسعادة والرضا. وأسأل الله أن ألتقيكم الأسبوع القادم في نفس الموعد وأنتم في حفظ الله ورعايته، في أمان الله.